ريال مدريد بطل دوري ابطال اوروبا للمره ال15 في تاريخه. المباراه بصراحه كانت رائعه جدا من جانب بروسيا دورتموند، وكمان ريال مدريد دافع ولعب بتكتيك معين، وفي الاخر ريال مدريد هو ده شخصيه البطل اللي عارف ازاي يكسب النهائيات. النهائيات يا جماعه قلنا مليون الف مره انها تكسب ولا تلعب. هو ده ريال مدريد اللي مهما تشيل منه النجوم، يعني كريستيانو مشي طلع النجوم، مودريتش ما بيلعبش اساسي، ما فيش اي ادنى مشكله، برضه هيفضل ريال مدريد التيشيرت لوحده يكسب. علشان كده لما بنتكلم عن الفرق اللي في الوطن العربي، الفرق اللي عندها شخصيه البطل زي النادي الاهلي، زي نادي الهلال هنا في السعوديه، الانديه الكبيره اللي متعوده على البطولات وعندها شخصيه البطل، التيشيرت بتاعها لوحده كفايه. مهما اي حد يلبسه لازم يتطبع بطباع التيشيرت ده. فريال مدريد امبارح والبطولات، يمكن لو حد لاحظ البطولات ال 14 وال 13 وال 12 خدوها بنفس الطريقه. انت بتلعب مش شرط تجاري، كل الفرق بنفس التكتيك، بالهجوم، باللعب الحلو، مفيش اي ادنى مشكله. انت العب براحتك وامسك الكوره واعمل كل اللي انت عايزه، وفي الاخر انا البطل وانا اللي هكسب. مبروك لكل جمهور ريال مدريد. انا اصلا واحد من الناس مدريدي، بس ما كنتش عايز ريال مدريد يكسب، وعمري في حياتي ما فكرت اشجع اي فرقه من المانيا. بس انا المره دي بصراحه كان نفسي بروسيا دورتموند، وهي لعبت مباراه قويه جدا الشوط الاول على الاقل ونص الشوط الثاني، ويمكن في اوقات المباراه معظم المباراه كانت من جانب بروسيا دورتموند، كانت هي اللي بتهاجم، هي اللي بتبادر، بس هم ما عندهمش الخبره اللي يفنشوا بيها الهجمات بتاعتهم. عملوا هجمات كبيره جدا على ريال مدريد، وللاسف ريال مدريد بيخاطر دايما بالنقطه دي، انه بيسيب الكوره للخصم واعمل اللي انت عايزه. بس فعلا كان ممكن بروسيا دورتموند لو عندهم يعني جزء ولو بسيط من الخبره، كان زمانهم فنشوا الشوط الاول على الاقل 3 أو 4 اهداف. لكن في الاخر ريال مدريد هو البطل. في 10 دقايق قلب سير المباراة بهدفين وطلع كسبان 2-0، مش واحد كده ولا حاجة على الأقل. يعني أنا بقى كمشجع أهلاوي كان نفسي ريال مدريد ما يكسبش البطولة دي، علشان ما يبعدش عننا وعن الأهلي. احنا تاني أكتر فريق على مستوى العالم تحقيقا البطولات القارية، وأخدنا بطولة دوري أبطال السنة دي، ولسه بينتظرنا السوبر الأفريقي مع نادي الزمالك. نتمنى إن شاء الله رب العالمين إن احنا نحقق بطولة السوبر السنة دي. فكان على أمل إن احنا نقرب شوية من ريال مدريد، او ان احنا نتعادل معاهم في الارقام، بس للاسف ريال مدريد ما بيخليش اي حاجه لحد، منطلق بسرعه الصاروخ. عايز اقول ان في وطننا العربي تقريبا مفيش زي ريال مدريد اللي عنده شخصيه البطل، مع ان انا نصراوي بشجع فريق النصر في السعوديه واهلاوي مصري، لكن خلينا متفقين وبامانه ان شخصيه البطل والمنتاليتي بتاعت اللعيبه اللي بتلعب في الفرق، هقول لكم ان في فرقتين هما اللي يشبهوا لريال مدريد بالظبط: النادي الاهلي المصري والنادي الهلال السعودي. واتمنى ان انا احط نادي النصر معاهم السنه الجايه باذن الله رب العالمين. نادي النصر كان في الفترات السابقه كان واصل للمرحله دي، وكان عنده المينتاليتي وشخصيه البطل، بس للاسف الموسم ده والموسم اللي فات الشخصيه ضاعت. وهنا بقصد الشخصيه، ما اقصدش اللعيبه بس، الشخصيه اقصد اداره، اقصد مدير فني، اداره فنيه، اقصد لاعبين. ولما بقصد اللاعبين هنا بقصد كل اللاعبين. يعني ممكن يكون في النصر موجود عندنا اكتر من لاعب عندهم شخصيه البطل، وعندهم الشخصيه اللي فعلا تناسب ان هم يكونوا في فريق كبير زي فريق النصر، وان هم فعلا ينافسوا على كل البطولات. بس احنا بنلعب لعبه من 11 لاعب، وبره تيم قاعد على دكه الاحتياط تقريبا 7-8 لاعبين. يعني انت بتتكلم على الاقل عندك 18 لاعب لازم يكونوا جاهزين بنفس المنتاليتي وبنفس العقليه ونفس الشخصيه اللي انت تقدر تكسب بيهم كل البطولات. حتى لو انت مش في حالتك تقدر تكسب، وتقدر ان انت تحقق الفوز في كل مباراة حتى لو مش في حالتك، وتقدر ان انت في المباريات النهائية تكسب البطولة وتخلص على المباراة بذكائك وبشخصيتك. فمبروك ريال مدريد، ونستناكم ان شاء الله في بطولة الانتر كونتيننتال اللي هي بديلة لكأس العالم للأندية السنة دي، لأن إن شاء الله رب العالمين في سنة 25 هتبقى في بطولة جديدة فيها 32 فريق، وهتبقى بطولة دولية زيها زي كأس العالم بالظبط، بطولة كبيرة جدا بتضم فرق كتير جدا. فالسنة دي 24 هي آخر بطولة هتتلعب من أبطال القارات، وطبعا كالعادة بيقدموها على طبق من ذهب لبطل أوروبا، وهيوصل للنهائي على طول، مرشح للنهائي. لكن مش مشكلة،
المهم ان احنا هنلعب مع ريال مدريد مره تانية، ويا رب يحالفنا الحظ ونقابل ريال مدريد ونعمل مباراه تكون تليق بينا بجد كنادي الاهلي. واتمنى، انا معرفش اذا كانت هتتلعب هنا في السعوديه ولا هتتلعب فين، بس لو هتتلعب في السعوديه اكيد بطل الدوري نادي الهلال هو اللي هيلعب في البطوله دي. واتمنى ان الفرقتين العربيتين اللي هيكونوا في البطوله ديت باذن الله رب العالمين يعملوا اداء كويس ومشرف. كده تقريبا انتهى الموسم الكروي في اوروبا، وانتهى الموسم الكروي هنا في السعوديه، ومكمل بس معانا الموسم الكروي عندنا في مصر. الدوري المصري لسه ما انتهاش والكاس شغال، وباقي لنا مباراة كاس السوبر اللي هتكون نهائي ممتع جدا وشيق، ونهائي قرن جديد ما بين الاهلي والزمالك في نهائي كاس السوبر الافريقي القادم باذن الله رب العالمين الشهر اللي جاي تقريبا في نهاية شهر 6. حابب اقول كمان لكل متابعيني شكرا بجد ليكم. انا دلوقتي وصلت ال1000 مشترك وعديت ال1000 مشترك بفضل الله ثم بفضلكم، فشكرا ليكم بجد من كل قلبي. شكرا ليكم، شكرا لكل الجماهير اللي بتتابعني، جمهور الهلال، جمهور النصر، جمهور الاهلي، جمهور الزمالك، اي جمهور تاني بيتابعني، شكرا ليكم بجد، وانتوا على راسي من فوق، ودايما بتشرف بيكم. نشوفكم في مباريات تانية ان شاء الله رب العالمين وفي فيديوهات تانية. شكرا ليكم، سلام.